تنمو هذه الأيام في لبنان ظاهرة اسمها الشيخ أحمد الأسير. كلمة الحق ما فيك تحجبها يا حسن نصر الله لو معك قوة الأرض كلها. كيف بدك تلحق أنت وأمثالك اللي شوهتوا الجيش اللبناني بقرار من حسن نصر الله ونجاد وخامنئي وبشار الأسد؟ عليهم من الله ما يستحقون في الدنيا والآخرة. بدي اطمن عليك وعلى مستقبلك، إما تكون معهم في مزبلة التاريخ، وإما في بيتك مذلولا مقهورا، وإما في السجن بإذن الله. يقف الشيخ الذي بات اسمه على كل لسان على يسار تيار المستقبل. كان حتى الأمس القريب من منتقدي قطاع الطرق، فإذا به يقطع بشكل جزئي أبرز طريق يربط الجنوب بسائر المناطق اللبنانية. يفترش الأسير طريقا هنا ويعتصم هناك، وفي الأثناء تستفز تصريحاته أنصار حزب الله وحركة أمل، تصريحات برزت بشكل واضح في مقابلة مع تلفزيون الجديد الذي تعرض مقره لاعتداء عقب استضافته الأسير. يقول الشيخ إن اعتصامه في صيدا إنما هو رد على حزب الله وما يصفه بهيمنته على لبنان. إنه الهيمنة السلاح علينا داست على كرامتنا، صح ولا لا؟ إن غيرت بالمعادلة، صح ولا لا؟ صحيح إنه كنت أنتم موجوعين، وأنا والله العظيم إذا في شيء عم بخليني أقلق هو بس هذا الأمر بالنسبة للي عم بيتضرروا منكم. ظاهرة الأسير تتغذى من غيرها من الظواهر، لا سيما ما يسميه هيمنة السلاح، إذ يعتبر الأسير أن طريق الجنوب لن تفتح وأن الاعتصام مستمر إذا لم تتحقق استراتيجية جدية للدفاع يتشارك فيها اللبنانيون جميعا دون احتكار من فئة أو طائفة بعينها للسلاح. يقول محللون إن حالة الأسير هي مرآة عاكسة لكل ما قام به حزب الله خلال الأعوام الماضية من استقواء بالسلاح لفرض مواقف سياسية همشت برأيهم الطائفة السنية، إلا أن لتحركه دلالات رمزية أبرزها أن الشيخ وأنصاره يعتصمون اليوم ضد سلاح حزب الله في صيدا عاصمة الجنوب وبوابة المقاومة، وفي ذلك معان كبيرة. اعتصم الشيخ أحمد الأسير وأنصاره في صيدا. فرض الجيش طوقا محكما أبقى إمام مسجد بلال بن رباح ومحبيه في محيط المسجد والإعلام خارجه، فأعلنه الأسير حصارا إعلاميا أمنيا. ولن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، ولن نخضع إلا لله، ولن نخضع إلا لله. المشهد مطابق لمثيله يوم الجمعة، تجمع ثم خطوات معدودة خارج حرم المسجد، هتافات منددة بحزب الله وأمينه العام، وأخيرا كلمة للأسير رفض فيها أن يكون أهل السنة في لبنان الحلقة الأضعف، ملوحا بالتصعيد. في شباب كانوا بيناتنا من كم شهر ما بيقلوا شجاعة ولا كرامة ولا حماسة ولا غيرة على كرامتنا ووجودنا في لبنان. هن صاروا الآن تحت التراب بس بنعتقد عند رب الأرباب. اشتاقوا لنا واشتقنا لهم. انتوا بكرة إن شاء الله الساعة 4 مدعوين لزيارتهم على الضريح حتى ناخذ منكم عهد وميثاق أمام الله. الساعة 4 بتكونوا موجودين تحت سلميا. مرة جديدة يكسر إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير ومناصروه الإجراءات الأمنية ويتوجهون إلى مكان الشقق التي يقولون أنها تحتوي أسلحة. تحت هذه الشقق أعلن الشيخ الأسير عن تطور جديد اعتبره بشرى لمناصريه. الحمد لله استجابوا وسكنوا بالشقة الأولى اللي انتفضنا من أجلها عائلة. شو ما حاولتوا بأساليبكم الماكرة لتحطونا بخندق المذهبية سواء من فاعليات صيدا أو خارج صيدا ستبوء بالفشل. الشيخ الأسير الذي صعد خطابه ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سأل من يحدد السياسة الخارجية للبلد، رئيس الجمهورية والحكومة أم وزير الخارجية؟ ليه ما بيطلع حدا من المسؤولين لا رئيس جمهورية ولا قائد جيش يقول انت تعديت حدودك يا نعيم قاسم، ولا هدول الناس حسب سلاحهم بينحكى معهم؟ مشكلتنا ليست مع طائفة الشيعية ولا مع أي طائفة، إنما مع مكر المشروع الإيراني النجس. الشيخ الأسير دعا من أسماهم الشرفاء في الطائفة الشيعية إلى التظاهر في مناطقهم ضد ما وصفه بالمشروع الإيراني.
قطع أنصار رجل الدين اللبناني أحمد الأسير الطرق الرئيسية في مدينة طرابلس الواقعة شمالي لبنان، مطالبين بنزع سلاح حزب الله. وتأتي هذه الخطوة بعد الاعتصام الذي نفذه الأسير وأنصاره أمام مسجد بلال بن رباح في صيدا، احتجاجا على وجود شقق قريبة من المسجد تابعة لعناصر من حزب الله تحوي أسلحة على حد تعبيره. شهد لبنان من شماله إلى جنوبه تحديا شديد الصعوبة كاد أن يعبث بسلمه الأهلي وعيشه المشترك إثر دعوة إمام مسجد بلال بن رباح الزعيم السلفي أحمد الأسير مناصريه إلى اعتصام عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على وجود شقق سكنية يسكنها عناصر من حزب الله قريبة من المسجد وتحوي أسلحة، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى تطويق المسجد ومنع المعتصمين من محاولة اقتحام الشقق المذكورة. نزلوا بسلاحهم على الجيران، قالوا لهم اتركوا البيوت، راحوا الجيران عند الفعاليات ومفتي ومحافظ، ممنوع حدا يقرب صوب الشقة. هيدا بيلخص الصورة. أغلب اللبنانيين خاضعين لتسلط حزب إيران في لبنان. كلام الأسير هذا تلقفته جماعات إسلامية سنية أخرى وعملت على تأييده من خلال اعتصامات مشابهة وقطع طرق، وتحديدا في الشمال والبقاع، حيث لم يسلم حزب الله أيضا من تهجم الخطباء ورجال الدين السنة. فقد أعلنا بأننا بإذن الله لن نهون ولن نركع ولن نتسامح مع استهداف كرامتنا ولو سفكت دماؤنا. إذا كان لبنان قد استطاع في الساعات الماضية تجاوز الوضع الأمني الخطير، فإن الأيام المقبلة لن تخلو من أحداث مشابهة، مع دعوة الأسير مناصريه إلى احتجاجات ومظاهرات جديدة كفيلة بأن تبقي اللبنانيين بحال من الترقب.